تعالى اقولك بقى ازاي تعملي الجبنه القريش باسهل طريقه، وكمان هتوفري كتير جدا عن الجبنه اللي بتجيبيها من بره، وكمان هنطلع منها الوش بتاع القشطه اللي بتعملي منه الزبده او السمنه البلدي، وكمان مش هنرمي منها اي حاجه، حتى الشرشه اللي هتطلع من الجبنه القريش هقولك هتعملي بيها ايه. اول حاجه معانا هنا 5 لتر من الحليب، طبعا ده حليب كامل الدسم، بتروحي تجيبيه من حد مضمون، طبعا بنجيبه من الناس اللي هم الفلاحين، يكون حد مضمون ونضيف. اول حاجه بجيب حله، طبعا احنا عشان الناس اللي ما عندهاش طواجن انا هعمله معاكم بالحله، هنحطه في حله وهنكون اللبن طبعا بيجي دافي يا جماعه، حتى لو مش دافي عادي مفيش اي مشكله، بس اهم حاجه نرفع ايدينا كده واحنا بنحطه في الحله علشان يعني يعمل الرغوه اللي هي بتاعت وش اللبن. تمام. هنجيب اللبن ده وهنحطه في المطبخ او في اي مكان دافي. طبعا احنا دلوقتي في الشتاء، ممكن تدفي الفرن وتحطي اللبن فيه، وبعد كده تسيبيه في المطبخ، وكده كده المطبخ بيكون دافي يومين لحد ما اللبن يروب. بعد كده بقى بنحطه في التلاجة، وزي ما انتم شايفين انا دلوقتي بشيل القشطة اللي كانت على وش اللبن، طبعا بعد ما اللبن راب بره، وبعد كده حطيته في التلاجة عمل وش قشطة سميك جدا زي ما انتم شايفين كده. تمام. القشطه دي بقى بجمعها في البوله دي علشان اعمل بيها السمنه البلدي. انا كنت عملت هنا على القناه فيديو للسمنه البلدي، لو حابين تدخلوا تشوفوه، وان شاء الله هعمل معاكم فيديو تاني للسمنه البلدي. انا دلوقتي بجمع القشطه دي علشان اعملها سمنه بلدي. طبعا الجبنه القريش ما بتكونش فيها دسم، لازم نشيل القشطه بتاعتها لان هي اصلا يعني من انواع الجبن الصحيه. تمام. هجمع بقى الجبنه القشطه كلها بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وبحطها في الفريزر. طبعا يا جماعه اللي تحت ده هو اللبن الرايب اللي احنا هنعمل منه الجبنه القريش. تمام. انا كده خلاص جمعت القشطه بتاعتي، هجيب بقى اللبن ده وهنحطه بقى في الحصيره. ودي يا جماعه الحصيره بتاعت الجبنه. طبعا انت ممكن لو مش عندك الحصيره تعملي اللبن في الشاشه، بس يعني انا بفضل الحصيره لان اتضح ان الشاشه بتقل بركه الجبنه وبتنشفها، بالذات الجبنه القريش. تمام. دلوقتي بقى انا هحط كل كميه اللبن الرايب في الحصيره. طبعا الحصيره دي انت بتجيبيها من السوق وبتغسليها كويس وبتصفيها، وبعد كده بتحطي فيها الجبنه زي ما انت شايفه كده. بعد كده بقى بتحطي عليها الملح، طبعا الملح ما بيبقاش كتير قوي. بعد كده بتبداي بقى ان انت تبرمي الحصيره كده رول، من كل وقت للتاني في الراحه والجايه كده بايه بتشوفيها. يعني لو انت ما انتش عندك مسمار مثلا تعلقي عليها الحصيره، في الراحه والجايه بتبرمي فيها علشان الشرشه تنزل. تمام. بتحطيها قدام طبق او قدام الحوض زي ما انا عاملاها كده. دي الجبنه بعد ما نشفت هنبدا بقى ان احنا نقطعها، طبعا كانت صفت كل الشرشه اللي فيها، هنبدأ بقى نقطعها القطع اللي انت عايزاها سواء كبيرة او صغيرة. زي ما انت شايفة الجبنة مش بتتكسر خالص، ولا فيها اي شرشة. نحطها على الرخامة، يعني ما بتنزلش اي شرشة لانها قد صفت كل الشرشة اللي فيها. تمام. طبعا يا جماعة على حسب برضو اللبن، يعني ممكن تجيبي 5 لتر لبن يعمل معاكي كمية كبيرة، وممكن يعمل معاكي كمية مش كبيرة، يعني على حسب اللبن. تمام. احنا طبعا دلوقتي في الشتاء فاللبن بيكون حلو كويس وبيرمي كمية جبنة كتير. تمام. ودي الجبنة بتاعتي اهي زي ما انتم شايفين. طبعا هقول لكم بقى هنعمل ايه بالشرشة اللي طلعت من اللبن. انا الكميه دي يا جماعه وزنتها طلعت معايا 1.5 كيلو من الجبنه، وطبعا القشطه اللي طلعت معايا كانت ما يقارب نص كيلو من القشطه. يعني لو جيتي تحسبيها هتلاقي نفسك موفره جامد جدا، لان القشطه في السوق طبعا غاليه جدا. القشطه تقريبا وصل سعرها ل 300 جنيه، وكيلو الجبنه القريش وصل سعرها ل 100 جنيه، يعني من 90 ل 100 جنيه. فانت لو جيتي تحسبيها هتلاقي نفسك كسبانه قشطه هتطلعي منها سمنه بلدي والجبنه بتاعتك. بعد كده بقى جبت دقيق وحطيت معلقة من السكر ورشة من الملح وبيكنج باودر، وحطيت كيس من الخميرة 10 جرام، وحطيت معلقتين من السمنة. والمكون اللي انا بنزل بيه على الدقيق ده هو شرش الجبنة، او اللي هو الشرشة اللي طالعة من اللبن الرايب. يعني يا جماعة خسارة ان انتوا ترموها، بيتعمل بها عيش، بيتعمل بها اي نوع معجنات انتوا حابينه، وبيبقى طعمها حلو جدا جدا. طبعا ده للناس اللي حابه ان هي يعني ايه تستغلها في اي حاجه، فانا بقول لكم تستخدموها في اي نوع معجنات، في عيش بقى، في كماج، قرص، اللي انتوا حابينه. لو وصلتوا لحد هنا يا ريت تعملوا لايك للفيديو، وتعملوا اشتراك للقناه عشان يوصل لكم كل جديد بالوصفات اللي انا بعملها، وقولوا لي رايكم في التعليقات. وطبعا يا جماعه يعني اللايك بيفرق جدا في رفع الفيديو ان هو يوصل لاكبر عدد من الناس، وطبعا دعمكم هيفرق جدا في القناه.
يا رب يكون الفيديو عجبكم بقى. ما تنسوش بقى تقولوا لي رأيكم في التعليقات، وان شاء الله بإذن الله قريب جدا هنزل فيديوهات كتيرة جدا عن الوصفات اللي هي الموفرة والاقتصادية. وان شاء الله هنزل فيديو عن طريقة عمل السمنة البلدي بالكمية وبالوزن وبكل حاجة زي ما اتطلب مني في التعليقات. مع السلامة.